أصل جمل متداولة الجزء الخامس. أنا ندى وده ندى توكس، يلا بينا نبدأ حلقتنا. على فكرة بقى الراجل ده ما حلتوش اللدى كلمة غريبة وملهاش معنى ومش بنستخدمها غير مع الجملة دي بس. ايه اصل الجملة؟ بصوا بقى، زمان بيت المال في مصر كان بيوزع على الفقراء والمساكين عملة نحاسية لونها احمر مكتوب عليها جملة الله الضامن، والعملة دي كانت بتأمن للفقراء والمساكين احتياجاتهم. لو في فقير معاه العملة دي ومحتاج يشتري أكل يروح لصاحب المحل ياخد اللي هو عايزه ويديله العملة دي، وصاحب المحل ياخد العملة دي ويردها لبيت المال وبيت المال يديله قدامها فلوس. المهم قلنا العملة مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها الله الضامن. كان الشخص اللي معاه العملة دي لما يروح المحل يشتري اللي هو عايزه، صاحب المحل لما يجي يطالبه بفلوس يقوم يقول له ايه؟ ما حلتيش الا اللدى، اللي هي اختصار الله ضامن. فكان الراجل ياخد منه العملة زي ما حكيت لكم. من هنا المصريين بدأوا يستخدموا الجملة دي كناية عن الشخص الفقير اللي ما حلتوش أي حاجة. واللدى ما طلعتش كلمة ملهاش معنى، لأ طلعت اختصار لجملة الله الضامن اللي كانت موجودة على العملة دي، ودي قصة اللدى. شفتوا؟ لو دورنا ورا كل حاجة هيطلع لها أصل. ندخل على اللي بعد. بقول لك ايه، ما تعصبنيش، بلاش تطلع زرابيني. تصدق خفت؟ وريني بقى ايه الزرابين دي. لا لازم تخاف من الشخص اللي هيطلع لك زرابينه، لان الزرابين دي كلمه حقيقيه ومفردها زربون. طيب ايه اصل الكلمه؟ اصلها جاي من اسبانيا. كان في نوع من الاحذيه الرخيصه جدا اسمه سارفيلا، والعرب عرفوه من بلاد الاندلس، وكان منتشر في بلاد كتيره في الوطن العربي، ولانه مستورد ما كانش بيلبسه غير اعيان القرى والارياف وبعض التجار في المدن. وزي ما قلت لكم مفرد زرابين هي زربون، والزربون او الزرابين في اللغه كانت بتستخدم اكتر في الخناقات. لما شخص بيهدد شخص قدامه هطلع لك الزربون او هطلع لك الزرابين، كانت كنايه عن انه جاب اخره وهيتدخل بالزربون. ورغم ان اصل الكلمه سرفله، بس هي مع التداول من بلد لبلد لبلد وصلت للعرب زرابين ومفردها زربون. ومع الوقت ما بقاش في زربون فعلي يتلبس في الرجل، بس فضلت الكلمه موجوده وبيتداولوها المصريين، وكان معناها في الخناقات ان ده سلاح الشخص هيستخدمه قدام خصمه. من فتره مش بعيده عملت لكم حلقه عن الدبان. جوزي لمني جدا وقال لي بقى كل ده كلام بتقوليه عن الدبان وما جبتيه سيره الدبان الازرق. ايه يا عم موضوع الدبان الازرق ده؟ حكالي اللي انا هقوله لكم دلوقتي. بصوا بقى، عندنا جمله متداوله بتقول ايه؟ ده انا هخلي الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق. ايه الدبان الازرق ده؟ ده نوع من انواع الذباب، والنوع ده كل وظيفته في الدنيا انه يتتبع رائحه الجثث ويحللها. والحقيقه ان الطب الشرعي بيستخدم الدبان ده علشان يعرف ميعاد الوفاه بالظبط، ولا يمكن يكون في جثه موجوده وما يوصلهاش الدبان الازرق. حتى الجثث المدفونه في المقابر الدبان الازرق بيدخل لها من الفتحات في الارض. فجمله هخلي الدبان الازرق ما يعرفش عنك طريق هي الحقيقه كنايه عن ان انا هخفيك من على الوجود. حتى الدبان الازرق اللي لازم يلاقي الجثث مش هيلاقيك. فعايزه اشكر زوجي العزيز على المعلومه المفيده دي، بس طبعا انا اتاكدت من صحتها الاول. ندخل على اللي بعد. هو انت بتقول ايه؟ ده كده اول القصيده كفر. هو ايه موضوع اول القصيده كفر؟ بصوا بقى، كمان في العصر الفاطمي كان في شاعر اسمه ابن هانئ الاندلسي، والشاعر ده عمل قصيده علشان يمدح فيها المعز لدين الله الفاطمي. بس الحقيقه كلمات القصيده كان مبالغ فيها جدا، واستخدم فيها جمل مدح لا تجوز غير لله سبحانه وتعالى. انا طبعا عارفه الجمل بس انا مش حابه ان انا اقولها. المهم قال الشعر بتاعه ده قدام جموع المصريين، والمصريين اول ما سمعوا الشعر ده راحوا قالوا ايه؟ لا 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 لا، دي اول القصيده دي كفر. وده لانهم رفضوا المديح المبالغ فيه او استخدام جمل لا تجوز غير لوصف الله سبحانه وتعالى. ومع الوقت بدات الجمله دي تتداول ما بين الناس ويستخدموها كنايه عن ايه؟ عن الوصف المبالغ فيه او الكلام المرفوض من بدايته. اخر جمله معانا، ما تصدقش الراجل ده كذاب كذب الابل. طب اشمعنى الابل؟ البدو في الصحراء زمان لاحظوا ان الجمل من وقت للتاني كده بيقعد يحرك بقه كانه بياكل او بيشرب، بس مع الملاحظه اكتشف دي حركه الجمل بيعملها وما بيكونش في بقه فيه اكل. فبالنسبه لهم الابل كده بتكذب لان بقها فاضي ما فيهوش اكل، رغم ان الابل اغلب الوقت بتعمل الحركه دي. ومع الوقت الجمله بدات تتداول على الشخص المدعي اللي بيدعي شيء مش حقيقي، زيه زي الابل اللي بتدعي ان في بقها اكل رغم ان بقها فاضي. خلصت جمل النهارده، انتظروني في جزء جديد. اشوفكم على خير، باي باي.